وصل وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل. يا منطقة كله دفع الإتاوة؟ فين أبو أحمد؟ فين أم رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حماده لسه ما دفعش. حماده ابن مديحه؟ ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا زله؟ بص على وشي كده اهو، شكلي نانسي؟ وريني كده. ليه؟ امال ايه بقى ان شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليله اهله سودا. يلا بينا. يلا يلا يا سعيد. النبي ده اسمه كلام. استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا. ما انا عملاق، اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في بلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطم وسطي عشان لا ما يم... وبص بص النبي بص النبي بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير. انا عملاق هعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام اهو، لازم اوطي لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام، عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا، انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش، عملاق. ولا حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني ياما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو ابو مفتري، انا عملاق، صدقي بقى. حماده ولا حماده. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي الفيار. طب ممكن استاذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ جاب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، ما تتعبش نفسك، انا انزلك على طول. بسرعه يا. حاضر 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 يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا يموت النهارده، هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت ام عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا. ما اقدرش يا معلم. الإتاوة فين؟ سوري؟ الإتاوة. الإتاوة الإتاوة يا معلم. يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب أعمل إيه؟ كده دي أمور شحاتة. لا لا أعوذ بالله، ليه؟ أنا مش حدش حاجة، أنا بقول لك ظروف يعني. أنت عارف ياد اللي بيعصى أوامري؟ ها؟ عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى أوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له إيه يا؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت أنت والجماعة دول ما تحلقولوش شنبكم. الله. وكمان شنب عيرة. بس إيه رأيك؟ أكيد حقيقي صح ولا لأ؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم انت بتتوتر ليه فجأة يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخرين. انت امبارح ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره؟ ما اشوفش وشك هنا ايه؟ تاني. انا ليا فيها ذكريات. انصرف عني. حاضر. السلام عليكم. امشي. حماده
يا ابني انت اصحى يا حماده، اصحى اصحى يا حماده. يا نهار اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهلب من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى ما تتكتفليش. طيب ابن حلال ايه؟ انت تعالى بس تعالى، انت اديت الهلب قوتك، ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب طب انت جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتنطط لي شويه من النبي. جرب. يا اختي جن يا جحيم، يا اختي حسن انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي حاضر ومش هتخسر. يلا اتنطط. يا اختي ايه يا فيه؟ ما دفعتش الاتاوه ليه يا؟ بص ياد في وشي كده. انا الهلف يا ايه يا حاره؟ مصدق الهلف؟ الهلف امر مطاع. خير يا ده هلف. مين؟ يخص عليك، مش فاكرني يا هلف؟ اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر، معلش. لا كده. مين؟ حماده. المعلم حماده. طبعا المعلم حماده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي؟ انا طول عمري عملاق، انتوا بس اللي مش مصدقين، انتوا امي. احب فيك الاراده يا كبير، احب فيك الاراده، بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني؟ عامل لك ايه صبياني؟ دول هقطعهم لك، هبهدلهم لك، بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي، انا هنزلك. انا هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق ولا مش عملاق؟ روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يما. عملاق. يا حماده حبيبي وحشتني. شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي متى يا اختي جميله ولا كل الناس، يا اختي جميله شبه الاستاذ، يا اختي متى حبيبتي متى. اقف مكانك. اتفضل. تؤمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور. حاضر. تعالى هنا. حاضر. قبضت مرتبك الشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور. تعالى. هات يا واد المرتب. اخلص. اهو. ايه يا ده فين بقيت فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادتك. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة و100 خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم 4 شباب، قلت يا ريت تكونوا انتوا، لكن للاسف باظت المرة دي. خير يا بابا.
ثانية واحدة. قوم يا قرد انت، قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دافع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي. مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي؟ ده اكتر عار في السي في بتاعي ان انتوا ولادي. لو تعرفوا انا بكرهكم قد ايه. انتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقطقش، ما تكلمنيش بالصباع ده تاني بدل اقسم بالله هقرمه. فاهمني ولا مش فاهمني؟ اياك تتطاول وتتكلم معايا بالطريقه دي تاني. انتوا زباله، انتوا اكثر شيء في حياتي. جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. اقول الهي تمرض، الهي تتحوجوا، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله باذن الله. جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش يوم ما عملت لك سونار. ما كانت الهبله امك حبله فيك. الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان نسقطه. حنيه الاب طبعا قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ ما تعمليش بيها ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك. ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا، خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحليه دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفه العار دي؟ رزعوا اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية. سيب الطاجن يا اهبل انت، سيب. مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الاكل ده؟ حد دفع تعريفة في السفرة دي؟ انتوا عالة عليا، انتوا شوية عواطلية وربنا رزقني بيهم. اطفحوا، وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الهاري. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش. شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردودة عليكم. بابا. نعم. كنت عاوزك في موضوع. يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا. ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعة بقى الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمة كاوتش. كاوتش؟ فاكرها سهلة 300 جنيه؟ انا شايلك ال 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظة ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا، كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. لا، هتلبس الكاوتش تتشلب فجأة في الملعب. انت بتنفض في مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجة؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمها بابا. ايه قد اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك. ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انتوا بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه. صدق ان انت انا شاكك. انت ابن حرام، انت مش ابني يا العيال دي شاكك فيها. كان انت انا متاكد. اهبل يا ابن الهبله. اسكت. كفايه. لا مش كفايه. انا هطول معاك. في حاجه؟ في حاجه؟ هتقتلني؟ بترفضني؟ ها؟ يا تافه يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطه. ده انا كان زماني مت. الله، ده انت ضيعت خلقي. خلاص يا بابا ما مش عايز اتكلم معاك. ما تقطعش مش عايز. نفسك، انا هقتله. ايه البقره اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. طلعت ولع وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال ورايا، تعال ورايا. ما تكلم على امك بقى. كمل لما نوصل. يلا يلا يا عرق، يلا يا عج، يلا. الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكوا بقى يا حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض. عايزكوا اخوة احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ انت عمرك هتشوف ابوك بيهيس. يلا
يا مساعد. تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجه حلوه. اجيب لكم حاجه حلوه. استنى يا ادم ما ارجع في الاشبال. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد، لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخن، خلاص مش عايز مساخن، بلا هابي بيرث بلا زفت، يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك. جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي راكيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحده. هات يا راكيه النار، حطها في النص. حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا وعهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك يا بهبه، حط ايدك، حط ايدك، بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط. صرخوا اكتر، صرخوا. جون سينا حبيبي بابا. اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطاره، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدأ. اضرب يا هاد، اضرب اضرب اضرب. كسر الفقرات، كسر الفقرات. قول له بحبك يا اخويا، بحبك يا اخويا. انزل على رقبته، انزل على رقبته. اضرب يا هاد. بقول لك مفيش استسلام. اخلص. اشتغل يا ما لفش تحت. اشتغل استنى. بقول لك اكسرها له، دمره، مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا. ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. في 60 دقيقة يموتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قراطين على المريوطيه، بس ايه بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح وانت قاعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم، نفس الشعر ونفس البورنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو، سيبك من الكلام الفاضي ده. ماتش ايه ونيلة ايه؟ يبكوا. كان بودي اذبحكوا بايدي، بس حظكوا حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاءكم. يبكوا بس خلاص. انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت، واسطوره اندرتيكت خلاص هتندثر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر، بس لازم اتكلم فيه. خلاص مفيش وقت، لحسن اموت فجاه والسر الليله هيطلع وتورثوني. بابا هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين الميراث بتاعي تكون الفلوس خلصت. نايل واسكت يا هبل يا ابن الهبله. وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه 100 100، هيكتب كل حاجه كل حاجه قدام عينيكم. يا عم سيد تعالى يا عم سيد. يلا عمكم سيد ولا عايز كل حاجه قولها لي. ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنوتي؟ انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملأ، مش عايز اضحك على حد. هاتوه. بصفتي ان انا محدش يتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندرتيكت ان انا عندي ثروه تقدر
ب80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي. عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده انتوا لحم كتافكم من خيره. نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا الدهن اللي في جتكوا ده من عمكم عز. اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقائي اللي على الفيسبوك. فيسبوك يا بابا اندر؟ يا بابا اندر على الفيسبوك. انا اخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت احلى ايام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي اهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عاشرتهم وعاشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدعان. كده كتير قوي، انا هيغمى عليا. يلا غرفه 60 ده، يلا لقيته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركه ناديه دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت يهبل يا ابن الهبله. امك كانت هبله، لا بتعرف تغسل ولا تكوي، وناديه دراي كلين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت. ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري بيدق. شعري يا اولاد. بابا شعري واخدني على فين؟ انتوا هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا اولادي ان خلاص لحظة النهاية قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظة علشان يفرحهم. انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شدة وربنا هيقبل مني نهايتكم اسود من بعض. ده اسمك ايه يا قاضي؟ باتيستا يا بابا. وانت يا قاضي؟ شيموس. دول اصحابكم؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. ولدي اخيرا. بابا ما خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي. الله يخرب بيتك. سليمون الزم حدودك بجزمتك الحمرا دي. انت جاي في مكتبي تهددني؟ انا سعد التالي. انت مين؟ صدقني مستر سعد، أنا مش جاي أهددك ولا أحزنوني. زي ما بتقولوا ما على الرسول إلا البلاغ. أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتوا لي السينيور زيك لابس لي باروكه؟ قلت لك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا، قوتنا الحقيقية. إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سليمون ولا لانشون انت؟ انا والساده المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزه من سعد التالي ايه. اي نعم انا رجل اعمال مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتيه الفظيعه اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف انتوا عايزين مني ايه. مش عارف، أنا كمان مش عارف، صدقني أنا مش عارف. أنا كل اللي أعرفه إن أنا مش طايقك، وإني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي أعذبك فيهم ولا اطشلك ولا اطخلك، وأكن لك كل شر. كل شر؟ أيوه. يعني اعتبر ان انت جاي ناويلي على الشر؟ أكيد، بس يعني بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالمختلاف، حاجة زي كده يعني. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكم في ايه؟
في يعني هو انت لازم تحرجني يا اخي؟ خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي. انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. ايوه الفت. اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا قال يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر. لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه عشان تعرف تفكر؟ تعالوا ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. مش وقته يا جماعة، أنا قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العوائق السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعة. مش ملاحظين إن صفاء خاسة شوية؟ انا ملاحظ ان خياشيمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونية؟ أنا هعمل إيه غير إن أنا معيشها جوه المية؟ تفتكروا يا جماعة إن المافيا ممكن توصل بيها الخساسة والنتانة إنهم يأذوني في صفاء أو وفاء؟ خصوصا إن هم عارفين قد إيه أنا وأسرتي مرتبطين بيهم جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. إيه الجنان ده؟ أنا سعد التالي، أنت مين؟ انا زكي الساعي اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنه. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذة يا أخ. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال أنت معايا، وأنتوا الاتنين خليكم في الشركة. كلم الراجل بتاع حوض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش. فاهمين؟ حاضر. يلا يا ابني. مع السلامه يا سعد بيه. مع السلامه يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة. صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. انت وفاء. غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء. 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 صفاء.
صفاء. انا سعد التالي، انت مين؟ بقول الله يا سعد بيه. انا متشكر جدا يا فندم لتشريفك، وما جالكوش في حاجه وحشه. الف شكر. احنا لقينا دي بعد الحد. الشبكه دي اول مره اشوف صفاء، كانت ملفوفه فيها، كانت مرميه على صخره في ابو قير. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. يا صفاء، اهدي يا حبيبي. انت السبب في اللي بيجرى لنا في البيت ده كله، بسبب تهورك وجنونك. انت واحد نازك. انا نازك؟ تعالي هنا، تعالي يا اختي، تعالي. ايه المسخره اللي انت لابساها في العزة دي؟ انت جايه تعزي في رقاصه؟ دي سمكه، ومش اي سمكه، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تتكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدانتيل ده؟ ايه بتاع العزة؟ لا بس سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليكي لابساه. اهدي بقى، اهدي. اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي. خلاوي يا صفاء، يا خلاوي، انا غالية عليا يا صفاء، يا خلاوي، غيري مين الحاجة يا صفاء؟ غيري له اختها، ما هي وفاء موجوده، حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه، ما سمعتش كلام كالعادة. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، يا غالية عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. النبي قاطعة فيا. مش فيكي لوحدك، خلاص. يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. يا حبيبتي يا صباح. خلاص يا معلم. شكرا. بقول الله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي، صاحب محلات مكدوب للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالتلكش حاجه تانية يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت. ارجوك الكلام اللي قالته صفاء ده يبقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كنني، مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كنني. اهلا وسهلا. اصر يعذب صباح بنفسه. شاكرين يا حاج ولحلقه السمك. ثانيه واحده. مين الاخ؟ اهلا. دي جايه ليه؟ تعذب مين؟ تعذب صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره! مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره. اللي جايه تعزي، اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها، استخس على القطه. ايه ده يا سعد بيه؟ لا مؤاخذه. شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. لا مؤاخذة لا مؤاخذة. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو يا ابني. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. احنا نعرفوها من زمان. ايوه تاني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. ايه الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده؟ جايبه يحرق دمي؟ اطلع بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ ايه المقابله القبيحه ديت والزفره دي؟ اذا كان في اباحه ولا زفاره فهي منك انت. ده لا انا مش هسكت على العيله دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ العيله دي خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي، بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع دول. يا حبيبتي يا صفاء، يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى. انا صفاء الحوضة. اتنيلي بلا حب بقى يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره، خد الولاد بره. تعالي هنا. انت خرجتي امتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. والله العظيم يا رب. هناك يا لهوي يا لهوي. يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تخرجنيش بايدي فاضيه ابدا. سلام. ايه دي يا مدام؟ خدها بدل ما اطلقها. يلا. صفاء كانت غاليه علينا كلنا. اتفضل. الوليه ماشيه ازاي في العزا؟ بتستفزني. نورت يا حاج. وحد الله. اشكر لي اهل مطروح كلهم، فرد كل صيادينها رجاله. الحمد لله. الله يرحمك يا صفاء. يا بدردر يا جميل.
صباح الفل يا جميل. يا بدريه، الله مش هتحن على تيفا حبيبك يا بدريه؟ حبيبك حكم. لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده يا راجل يا مفتري. بص لنفسك في المرايه وشايف منظرك بقى عامل ازاي. ماله منظري وماله يا اختي؟ منظري دوت من اهمالك، انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا واشمها. بحبك يا بدريه، بحبك يا توفيق. ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن يا مدمن. ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط. الكلام ده في الكوسه، في الطماطم. الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدريه. لا مدمن، مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفه واولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطه القطر يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمد ربنا على النعمه واصحي لنفسك يا بدريه، اصحي وفوقي. ها؟ وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول الحراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه. شو ليه ينفذوها يا اخويا؟ ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود. انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزه. لا انت كده زودتيها قوي. لا يا بدريه انا مش وزه. انت عارفه ان انا اسد، ومش اي اسد. انا عصب، انا عصب يا بدريه، انا عصب يا بدريه. عصب. ايه ده؟ ايه ده؟ الحقيني فلاه يا بدريه، الحقيني فلاه. يلا يا بتاع الحبايه. لا الفلاه فيها 3 حبايات، هاتي واحده بس يا بدريه، هاتي واحده ابوس ايدك. طب اقول لك، قولي لي فول حراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. قولي فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه اننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسه بجانب نشاط التجاره في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج احمد. قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم. كل لحمه ومشاريع من ورايا. انا الكبير هنا وانا اللي هي الكلمه العليا. يا اهلا وسهلا يا حاج، يا خطوه عزيزه. ايه خطوه عزيزه دي؟ جاي لك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسه يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا مش زرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا يا عادل. انا اخوك الكبير، ما تنفش ليش كتافك يا محمد. انا بقولها اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانيه واحده اقعدوا، انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعه سيبونا شويه لوحدنا. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدريه فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى ايه يا حاج احمد؟ بابا اسمها الست بدريه، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام، ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضه يا حاج؟ ولا هبطله وهاخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين ايه؟ الناس كلها خرجت يا حاج توفيق. برضه يردوا عليا يا حاج احمد. هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز؟ هو انتوا جوزتوا اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ماشي ماشي. من النهارده كل اللي في المؤسسه انا
انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، ايه ده يا حاج؟ ايه هو ما داش، انا اخوك وربنا كله ودنك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك، ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيهزلي دماغه. ماشي مؤاخذة يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج مش كده يا حاج. هضربكم كلكم. يا حاج مش كده. انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ده بيفور لي. معلش. دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير معلش. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده؟ دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. ايه اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي. بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركه حلت على العربيه والله يا حاج. حلوه السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ اعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك معكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج، ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص ما يطارت، ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجه تانية يا حاج، ما اعرفش تنفعك ولا لا. معاك ايه؟ شويه حشيش كده، حشائش. لا ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، انت فاهمك انت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح كنت شحات ومش لاقي تاكل ونضفناك ودخلناك العيله. فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كلاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كلاكس. كلاكس اهو. شكلك بتسرقنا عربيه بكلاكس. بس هيك يا حاج، اعوذ بالله. ما علينا. انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي اورجانيك؟ لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ يا حاج انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هذبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركاتنا دي نقله نوعيه. امر يا حاج، يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق قراها. امسك، شايف علبه الكبريت دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع. في العلبه دي؟ في العلبه دي. وماله؟ اوعى تضيع منك ولا تولع عود تحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج، ما هو كله من خيرك. طب ما معكش فولايه كده ولا كده؟ يا حاج انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتتكل على الله، انت رخم قوي وقاعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج، انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين يا تخينه في شله. سلام يا حاج. يا تخينه في شله، يا تخينه في شله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبه الكبريت فين؟ علبه الكبريت فين؟
خد الواد التخين ومشي وسابني هولع بايه وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايب عربيه بكلاكس كله هيتها. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهوا على قناة السنابل الزراعية عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم هنطلق النهارده مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فوليتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. فول حراتي. حلوة قوي. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله. ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلابية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام منج. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعت القهوه واخويا هياخد منكم البول هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيلة الخير، أجدع ناس وكرمكم غير. يا مرديان يا عيلة الخير، أجدع ناس وكرمكم خير. متشكرين إن شاء الله. لو في وقت البرنامج ألتقي بيكم تاني. بسات يا بدرية. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق، سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدريه. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراتي. انبسطتي؟ نهار اسود ومنيل يا اخي حرام عليك. هو انت يا راجل جبله؟ انت جبله؟ انت جبله؟ يا توفيق ناس عايزه فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدريه. كله راح يا بدريه. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدريه. راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا ما دي فلوس يا بدريه، بس دوري على حاجه مليانه. مفيش يا بدريه. يا نهار اسود! الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حبايه فول واحده. يا رب وريني في يوم، الهي يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفايه الهي يا رب يحوجه زي ما حوجني. ولا الهي ولا حبايه فول. نهار اسود. طيب ولا كده توفيق كنت ولا ايه؟ مش عارف. المصيبه دي مصيبه ولا ايه؟ سامعني؟ اخرست؟ طب اعمل لك ايه؟ اقول لك اهو. فول حراتي. لا اعمل ايه؟ انت اتشليت والله. فول حراتي. اعمل لك استنى. شايله لك واحده اهي كلها خلاص. ما بيعملش حاجه. انت مت. طب ايه؟ تدين عليا وعلى السيف ايدي. اصحى يا باروخ اصحى. انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايزه اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده يا ساتر يا امي. انت ما بتناميش؟ ايه ده البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى. ده القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكلوا عشان ربنا يحفظ الرحله. كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه. تفك التكشيره اللي على وشك دي تجيب الفقر.
طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام يا امي، كل الام. حاسب تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ بتقول لي قول لي وانا اريحك. فروة شعر الخشن يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي 3 ساغ. مزين و3 ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا 3 ساغ؟ انت على قلبك قد كده فلوس. لا مفيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوكي يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس، طلعي بقى. انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مشحططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه؟ اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه؟ ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا لي ان في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطينا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني؟ هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه، فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يا خيبتك يا ام باروخ، يا خيبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وصيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاتنين شركاء فيه وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حقي ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حقك. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسره شافوا لي حته ارض حلوه قوي بتبص على ميدان جهينه، تحفه، ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد، قريبه جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. ارض الميعاد؟ لا ماليش دعوه. مش تيجي معانا ارض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي فوق؟ يعني انت عامله الهيصه دي وراكبه مركب ومش شحتاته ومش هتيجي ارض الميعاد يا بخيله عشان بخلك؟ براحتك انا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلبي اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي ورا ابني؟ يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا ليشع. بكرتوف يا باروخ. بكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم. انا سارق من امي 3 ساغ. طب بقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها، تشربوها؟ نشربها يا سيدي. مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحميه، ان انا هرجع بصراحه. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه. بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطه ده امي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت؟ لا انا عايز ارمي نفسي في البحر. يا باروخ. اصل المفاجاه انت بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له دول بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك
علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين. دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني ارمي نفسي فيها ايه؟ انت بتقولي كلام ليه؟ اتكلم عادي ده. البت دي مخابرات، البت دي مخابرات. انا هرمي. لا 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 مش دلوقتي، مش هرمي نفسي اما اتاكد منها. خلاص ما كل الناس بقت مخابرات يعني. انتوا فاجئتوني. في حد تاني ولا انتوا اخر ناس ولا ايه الموضوع؟ اوامرك ادون ليشع. يا نهار اسود، ده امي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. امال دي مين؟ الموساد الإسرائيلي بيني وبينك خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ I am براجدا شيمون شارون نتنياهو، قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش انا اسف يعني حضرتك راجل ذكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيرضعني وانا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. ازاي؟ لو رضعت من حضرتك مع اني مش عارف كانت هتبقى ازاي دي، على الاقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر. إحنا عايزينك تراقب واحد زي ظله علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في انا مش مظبوط، انا حاسس ان انا بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل اللي عايزين تراقبوه؟ سميغ الاسكندراني. مين سميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شقامي داري داري الدموع داري، هو ده؟ ايوه سمير الاسكندراني، داري العيون داري، عميل المخابرات المصرية. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتدوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا برو؟ بنقول لك راجل مهم في المخابرات المصرية من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 بقى هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عيني. هو ده هو ده باروخ بخبيخو. انت بطل. تحت امرك تحت امرك يا ماما، قصدي يا سياده الباشا. انا اسف. احنا ما بنهزرش يا باروخ. ولا انا بس من حق اتلخبط، من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا بطل. اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ اتفضل. وإني بنزل البحر وربنا ننزل البحر. رايح فين يا باروخ؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عين؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عين. يا شوق يا مداري داري الدموع داري، يا شوق يا مداري داري الدموع داري. عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان، نرتاح من الحرمان.
تولع لي؟ مين؟ ماما؟ الباشا عم المخابرات الاسرائيليه. وطي صوتك. حاضر حاضر. ودينا في داهيه. انا اصلا بحب حضرتك، انت قدوتي، انت قدوتي في الموساد الاسرائيلي. بس شد حيلك، احنا وراك. انا ليه الشرف يا فندم، سعادتك تكون ورايا، وان شاء الله شرف سعادتك في المخابرات اوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جاتك نيله هتودينا في داهيه. كل يوم اعمل كده، ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصورني ولا حد حاسس بيا اصلا. الحاجه الوحيده اللي معلومانيش ان انا افتح البتاعه دي. تيت العميل. تيت العميل يتكلم. الساعة 12:15 واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير، ارخم عيل شفته في حياتي، كانت مودياه الحمام، وفي ايديها 3 مناديل ورقية، ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية لأم حسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكم وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر، ما بيكفوش كريم لشعري، زودوها شويه، في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجه. تيت توت العميل. توت العميل يتكلم. الساعة 11:05 الأستاذ سمير الاسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وسرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما ياكلوش عيش، مش عارف اجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجة. توت تات العميل. تات العميل يتكلم. اول امبارح التلفزيون المصري ذاع نشر التسعة 3 مرات وما جابوش سيرة اسرائيل في ولا واحدة، وانا شايف ان ده تمويه، بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقة موت. شفتوا دقة المعلومات للعميل بتاعكم؟ تدفعوا 40 شيكل في الشهر، فكوها شوية. تات هوف سيخ. هوف سيخ العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتبلي الطبال، وسطوني بينهم. العنتبلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياج بتاعت الميكروباص بايظه، ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شيكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه انا زهقت. هو ايه اللي توت وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتوا لي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه، اعمل ايه تاني؟ دقة ايه؟ ماشي ورا الست التخينة وتقول لي دقة؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينة. ايوه وانا المناديل الورقية. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا ريح فين؟ ايه يا باروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجندني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا باروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تنفذوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا باروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف.
خلاص عملية باروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفجر. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حزاب. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضرة الظابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصرية. العقيد يوسف شعبان، الرائد نادية الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكرة يا حضرة الظابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكم، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجة، فكوها بقى. هي ناقصة فشل، جرجروا على البوكس. فرصة سعيدة يا حضرة الظابط. اتفضل. فرصة سعيدة. اتفضل يا اخويا. اوكي، مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. حاضر. اتفضل يا سي مختار. سلامتك يا سيدي الرجالة، سلامتك يا حاج. خير، عملت فيه ايه يا بدرية؟ عملت في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله انك جيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنت اسكتي بقى، انت ايه قرادة؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينه القليله ديت يودي في 60 داهيه، ده انت اتجوزت باروكه، جبتها لنا من انهي نصيبه دي؟ انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الا ربنا، ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا، يخرب بيتك. عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هناولها لك يا زئريده، مش هناولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ افرضي سمع النشره كده ولا كده، عايزين نسمعه اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. التلفزيون ما فيهوش حاجة يا ابني. برضاي عليك يا مختار، هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي، لازم يسمع اخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك بيدوروا عليه يا عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات، واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر انبوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت، قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطس ايه يا ابني؟ اعطس ايه؟ انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. اسمعني، سلك البضاعة يا ابني. حاضر، سلك البضاعة. هسلك البضاعة واشرفك، وانا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا، اطمن انت بس. يابا المعلم مات، الف رحمة ونور عليك يا معلمي، الف رحمة ونور عليك يابا، الف رحمة ونور عليك يا سيدي الرجالة، يا سيدي الرجالة. تعالي هنا يا صباع الروج، انت اللي موتيه، انت والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلميتوا على بعض، وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده، وهو مات. اعمل فيكي ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خايف تيجي في وشك، لان احجامك غريب، ما انت ملخبطاني. طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه بالنسبه لي خدي بقى،
خدي، انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موتت ابويا، انت اللي موتت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هضطر افتش سرك لاخواتي يابا. فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبه. الف رحمه ونور عليك يا معلم. هم عشان الناس. شكرا يا معلم، الله يكرمك. شكر الله وسعك يا معلم. وقال الله يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسه. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار. انا ودني ناحيتك اهو. البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتك اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره. انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب، ده شغل رجاله. تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنينا، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل، مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه. ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف، في حاجه عايز اوريها لك. طب البقاء لله يا مختار. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه، جاي ينصب. شكر الله سعد. شكر الله سعد. شكر الله سعد. البقاء لله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار، رجعت زمان ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك، وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا. شفت نهايتها؟ شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه، جابوها وشرفك بالمايوه على المستشفى. معلش شرفتنا يا سعاده الباشا. البقاء لله. ونعم بالله يا فندم. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي مدام ايه المناظر دي؟ ايه ده عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا يا ابني نتقل. ده مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار، كنت عايز يعني الحوار، انت عارف واحد فيك كده اهوت، الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني ممكن يبقى يعمل اي حاجه في الحاجات. انت جاي بتنقط في فرح على بقى تعزي؟ انت مبرش ما جاي تقرفنا؟ يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مداين ابوك ب 28,000 جنيه، ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعي كلها في ايدي تمك. بقك ده انت بتفتح لنا بقك. انت ابويا مستلف منك 28,000 جنيه. انت بتتريق عليها وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، على ان ابوك ده ما هيورد على جنة. بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا انت. تعالى. يلا شكر الله ساعك يا معلم. شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فندم. ونعم بالله. ايه ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كأن ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى انت هتنهار. الفتره الجايه عايزه رجاله، مش عايزه ناس تنهار. ليلته خفيفه قوي قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. ليلته خفيفه بس ساب اعباء تقيله قوي. شوف النعش كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجه اما الناس دي تمشي بس. مختار، كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم؟ ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا، من جهه الفلوس هتبقششوا ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ ياه بحبه قوي، شرفي، اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجه يا مختار؟ لا مفيش حاجه، دي بنتسلى. طب لو حصل حاجه في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا اشرف؟ لا ممكن ابدا. شكلك هتسيبه يا اشرف. الناس دي طولت قوي، انا جوعت بصراحه. وانا كمان. الراجل هيقرا قران تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل ايه طيب؟ طب يا رجاله متشكرين قوي. معلش الناس بتعزي ساعه ونص، انتوا بقالكوا كتير قوي واحنا جوعنا بصراحه.
اقعدوا في الهوا زي ما انتوا عايزين، بس اخر واحد والنبي قفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. بينا يا مختار. الله يرحمك يا حبيبي، كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله وحدوه. لا اله الا الله. حط دي يا امي هنا. عين يا ضناع. لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، ما كانش حارمني من حاجه، جاب لي شبشب في ليله العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أم. كان من اعز اصدقائي، كان معلش يا أم. مهنيني ما حرمنيش من حاجه. خدت الحبايه خلاص يا حاج، حبيبي خلاص. يا حاج. بقاء لله، قطع فيك. بقاء لله. السر اللي انا عايز اقوله لكم لازم اسالكم سؤال قبليه. ابونا الله يرحمه كان شغال ايه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار. هو ده الخازوق اللي انتوا شاربينه من الاول. ابوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. ايه يا كلب، يا كلب بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك. تقول على ابوك كده اللي كان من اشرف الناس حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت وانت ابوكي كان كوافير؟ ايه التشليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما يا نهار اسود، ماما اتجننت. معلش روحي الحقيقة. يلا بقى. البنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. بجد يا مختار ماما تاجر سلوفان؟ للاسف يا فضيحتك يا اشرف، يا نصيبتك السودة يا اشرف. اقول ايه لزمايلي في الداخليه؟ انا اللي بطبق القانون، ابويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعداله الاخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك ايه يا حبيبي انت وهو، كفايه نواح والولا. عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نتطرد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم. الحاج الله يرحمه حط شقى عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سليفان. بس انا مقستك كل حاجه، انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت جننت؟ معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم. فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ اقعد يا عبيط انت، بلا اهدى بلا زفت. من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي. وبالمره بقى عندي مفاجاه، طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض. انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا، ما انا هعرفكم على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت يا رؤى. أؤمر يا اسم مختار. رقص يا بنت الاخوات شويه. ست لما ايوه ايوه رؤى مرات. لما ست لما فرفش يا واد، فرفش عند الضابط حي ابا بالميت. ايوه سيبتنا يا سيبتنا. ايوه يا هو ده. يا وجع يا وجع. ايه اللي جابك يا امي؟ ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواكي وصل للدرجات دي. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان. وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه، بس واطي بصراحة ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. على رايك يا حاجه،
ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. المهم بضاعتنا معانا. يا نهار اسود. البضاعة وقعت في البلاعة مختار. لا بلاعة لا بلاعة لا انزل معايا كمال المية. كمال ده فين فرقنا عطرة يا عم مش وقت عفشات. انزل معايا المية. شقى عمري ضاع. كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشه والدفاف. انا مش عايز نام. شقى عمري راح. حرام عليك يا مختار، جبت لنا نار يا مختار. مش وقت كلام. انزل معايا المية. حرام عليك. شقى عمري راح. جبت لنا نار يا مختار. جبت لكم العار ده. انتوا اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي لقيتوا فيها. انتوا اللي لقيتوا فيها. خربتوا بيتي. يا فرحة شرطة السلوفاتية. والبلاعة وحبيبتي ماسكة الولاعة. وحبيبتي ماسكه الولاعه. شقى عمري راح. شقى عمري راح. ابني اسكتي بقى بلدك ما سبت. خربتوا بيتي. شقى عمري راح. مولاي يا شهرباز، أما آن الأوان يا مولاي أن أقوم ولو 1 اور وأروح يا ملك الزمان وآخد شاور. هل جننت يا شهرباب؟ هل جف نبع الكلام والحكايات يا مسرور؟ أرجوك يا مولاي، أتوسل إليك يا مولاي. كيم اوفر، انتهى الكلام يا مسرور. نعم أؤمر. سنن سيوفك ورحب اليوم برقاب ضيوفك. بمين؟ برقاب ضيوفك. يا عم اقعد بقى انت بق سن السيوفك، كل يوم تبعتني ولمع في السيف ولا بتعمل حاجه. How you say that؟ ازاي عبد اسود زيك بيتطاول عليا؟ ايوه يا مولاي ما بطولش، بس بقول لك الصراحه، يعني على الاقل حل القرشين اللي انا باخدهم منك، ولا عايزني ابقى منافق زي الباقيين؟ انا خايف بصراحه ما يعني تقل في نظرها وما تستعنكش. مسرور انت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق، وانت فاهم النسوان بتحب الشديه، شد شويه. حاضر. وعايز اطلب منك طلب بقى بصراحه. اتفضل. ابوس ايدك نام، انت مرمطت كل اللي شغالين في القصر معاك. اهو ده اللي مش ممكن ابدا ابدا ابدا. ليه ان شاء الله؟ ولازم حدوته قبل النوم؟ تعالى بس يا مولاي، ده الواد ميدو ابن اختي في نص الرضعه بيشخر في حضن امه. اسمع كلامي. انا عايز اكلمك كلمتين من القلب للقلب. خدامك يا مولاي. اؤمر. انت مالك شكلك مهموم ليه كده؟ فرفش. معاك سجاير؟ ولع يا مولاي. خير، انا شايفك مش مبسوط من الصبح، وقلت ان انت هتقعد وتحكي لي. خير يا حبيبي. اؤمر. انت عارف انا بحبك قد ايه، عشان كده هقول لك على سر، والسر ده مفيش حد في الكون يعرفه، لانه هيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره. ربنا يديك طول العمر. توغشتني. خير يا مولاي، سرك في بير. انا مش سهران كل ليله عشان اسمع حواديت شهرباط. لا ابدا، دي كلها مجرد حركات. عندك حق يا مولاي، انا ساعات بصراحه كده بلمع اوكر بسمع الحواديت، حاجه نفخ التنين بصراحه. برافو عليك، زي ما قلت نفخ التنين. امال معذبنا معاك ليه يا مولاي؟ مولاي بيتحكي له حدوته كله انتباه وفاكهه ومصاريف، ليه ده كله؟ لا تظلمني يا مسرور، فانا مريض ومرضي غير عادي. ساتر يا رب، ربنا يشفيك. خير يا مولاي، قلقتني بجد. انا عندي تبول لا ارادي.
ساتر يا رب، لازم تقولها باللغه العربيه، ما تقول بعملها على روحي يا مولاي. عادي حقك، ودي مشكله. افرش مشمع والسرير سريرك، محدش هيحس بحاجه. صدقني مفيش طريق للحفاضات الا وسلكته. طب بقول لك يا مولاي، في حد من الهاوس كيبنج اللي في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وحش قوي. اتنين عرفتوهم. شموا. ايوه حسن ومحمود. خلصت عليهم بايدي لانهم لسنوا عليا بالكلام وقالوا اشياء فظيعه. بعدين يا ويل اللي يشم وما يكتمش. لا ده لازم يكتم، ده كفايه الوش ده في النور ده، الرعب ده لازم يكتم. يا مولاي مش محتاج اقول لك ان انا بتاعك، سرك في بير. انا اللي حاسس في نفسي يا مسرور انه البنت شهرباط زي ما تكون يعني مستصغراني. استصغرك ايه وماسكه عليك زل؟ شكلها ماسكه عليك زل، انا بقرا في عينيك كل حاجه. سيبك منها تتقتل في السرير، انا عايزك انت تنبسط وانسى الموضوع ده. انت بتعمل كام مره على روحك من غير ما تقصد؟ يعني 10 15. ده كتير قوي. ايه ده خزان ميه يا مولاي؟ كتير. حللت سكر؟ حللت. بقول لك ايه، مفيش حاجه، دي نصيبه. لا انا معاك ما تقلقش، انا هاجي كل شويه بالليل اصحيك تقوم تظبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجه، من غير حفاضات ولا حفاضات ولا الكلام الفاضي ده عيب. تعالى بس نبدا من دلوقتي، تعالوا الحمام، خش كده اول مره وهتبقى زي الفل، ما تقلقش يا راجل. هات علبه السجاير اللي معاك والنبي، هات علبه السجاير والولاعه. وانا كان نفسي في فانوسه زي دي يعني، اهو هديها لك. انا مش بقول كده عشان اللي انا سمعته لا تكون بشتغلك ولا بستغلك، ده انا خدامك. يلا عايز حاجه مني؟ لا سلامتك. اروح انا اظبط القصر اشوف لو يكون حد بيرجع ولا حاجه. بسرعه يا مسرور. امرك يا سيدي، امرك يا سيدي. بص بقى يا مولاتي، من الاخر كده اقسم بالله لو عايرتي مولاي باللي انت فاهماه لخلي الجزارين تلم لحمك. هو انا اشتكيت؟ ما انا سهرانه. يانا. ايه ده انت بتعيط يا مولانا؟ يا نهار ازرق، لما الملك يبكي الرعيه تعمل ايه؟ امال ايه شهرباز عمل شهرباز سوى وقصص واساطير؟ لا ابوس ايدك، انا عبد صحيح بس قلبي ضعيف، والنبي ما تعيط بقى. يلا احكي له حدوته وانا قاعد معاك اهو. جرى ايه يا مسرور؟ ما انت شايفني قاعده بسقط قدامك اهو. يا بنتي مش عايزه ينام، ده لو نام هيضيع هيبه الدوله. خلاص يلا. ماي دارلينج شهرباب، زوجتي حبيبتي عشيقتي فلذة كبدي، ما وحشتكيشي. انت مكسوفة يا روح قلبي يا شرشورة يا أمورة، بالله عليك تقولي لي ما وحشتكيشي. في ايه يا مولانا؟ في دكر قاعد معاك وايه الجو ده؟ مش لذيذه يعني، وفي طاووس في دوشه حواليك، واحده عيب. جرى ايه يا مسرور؟ هو انا قلت حاجه وحشه؟ انا بسالها سؤال بريء. ما وحشتكيشي؟ ما وحشتكيش؟ هو في ملك يقول ما وحشتكيش؟ انت ملك من محرم بيه يا عم؟ يا عم احنا كلنا عبيد عندك، حس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا. احكي يا بنتي. كان يا مكان يا روح في سالف العصر والاوان، طبعا كان في انسان غير اي انسان، كان اسمه ايه؟ الشاطر مسرور. انت سرحت ليه؟ اوعى تكون في حاجه بتحصل. لا بفكر. فكر براحتك، فبس اوعى انت فاهمني. ها يلا كملها يا حلو. ولأنه كان بيطير، كان بيساعد الفقير، كان بيجيب لقرايبه العيش. بقول لك يا مولانا، ما تنزل تجرب الحصانين اللي جبناهم لك جداد، في حصانين كده. حصانين ايه وخيل ايه؟ انزل جربهم، اسمع كلامي يا راجل. اسمع كلامي، الحصانين هيعجبوك. مسرور. طب ماشي. طب بقول لك ايه؟ ممكن تزود السبيرتو بتاع النار بس. زودوا السبيرتو يا جماعه. انت هتدخل علينا ناس واحنا في الخلوه دي. اهدي بس، اهدي، الراجل قاعد، انت اتجننتي ولا ايه؟ يعني اي حركه عشان الموضوع، لو سرحت كتير مع الدفا يبقى انت فاهم ممكن يحصل ايه. اسمع الكلام. انما حلمس يداها واشمشم خديها. ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها، مش عايزين كلام فاضي وقله ادب. لو تكرمت، انا برضو راجل وبفهم في الاصول. اتفضلي خلصينا احكي له الحدوته، الدوله مش ناقصه فضايح. اتفضلي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان،
كان في إنسان غير أي إنسان، كان اسمه الشاطر سوبرمان. واحد اجهد قوي. بس احنا ما تعرفناش اسمك جميل ايه؟ شادية. اهلا وسهلا شادية، اهلا وسهلا. مبسوطة شادية؟ مبسوطة قوي. تمام. بقول لك يا شادية، يعني بصراحة كده انا وانا طاير كده لقيتك قفشة في سقف العمارة، كنت بتعملي ايه؟ ما عملش حاجة. يعني كنت عايزة تنتحري ولا سوري يعني حراميد غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا ما بعمل حاجة. يعني عادي ان انت تبقي مش علاقة على سقف عمارة كده؟ انا مالي، انا مش عايز احراج، انا قلت يعني ندردش مع بعض. ما بعملش حاجة. ما فيهاش حاجة. بس انبسطتي في الرحلة؟ بجد كانت حلوة قوي. انت بتحبي سوبرمان اصلا؟ ده انا بموت فيك. ربنا يخليك، الحمد لله. يعني بص، حب الناس ده نعمة من ربنا. ده كل اصحابي بيموتوا فيك. سلمي لي عليهم واحدة. صاحبتي كلهم نفسهم يطيروا. ان شاء الله اجي في يوم كده في شم النسيم ولا حاجة، اخدكم واطير بيكم كلكم، هيبقى يوم جميل بأمر الله. اهلا وسهلا شادي، اهلا وسهلا. بقول لك ايه، معاك سيجارة؟ سيجارة ايه يا بنتي؟ المجهود الفظيع اللي انا بعمله ده، انت عايزاني اشحر؟ سيجارة ايه؟ طيب ما تشغل لنا حاجة نسمعها كده. هو انت راكبه مني باص في ايه يا شاديه؟ المفروض تقدري اللحظه التاريخيه اللي انت فيها، مفيش ولا واحده في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده، لازم تحسي باهميه الموقف. بقول لك ايه، انت لوك كده على الفاضي، زهقتني يا اخي. انا اللي زهقتك برضو؟ وايه لوك واللغه دي؟ انت خريجه ايه؟ دبلوم والنبي. حلو. لا بس انا قلت يعني ايه، نريح شويه ونتعرف على بعض، وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل باذن الله. طب احكي لي بقى. ايه؟ سوبرمان وطاير هنا ومن بلد لبلد وفي السما، مش بتحب؟ مش متجوز؟ ما عندكش صاحبتك؟ انا عايز اقول لك ان انا محروم من كل الحاجات اللي الشباب اللي في سني بيعيشوها. معقوله؟ حب طبعا. انا حكايتي غريبه قوي. احكي لي. انا شاب يا ستي عادي، ابويا الله يرحمه مات وساب لي 4 بنات في رقبتي، اخواتي، وكنت في ثالثه اعدادي. اضطريت اخرج من المدرسه واشيل المسؤوليه. الحمد لله جوزت 3 وفاضل الشيماء قد كده عندها 12 سنه، ان شاء الله قريب باذن الله. يا عيني. لازم اجري على اخواتي ولا اسيبهم يتنقلوا في الشوارع، بس فعملوني بقى سوبرمان. لا صح. سوبرمان، الناس سوبرمان راح سوبرمان جه، وكل الناس دي يعني كل ده اونطه. انا عايز اقول لك ان انا مش حقيقي، انا باختصار حياتي عباره عن جرافيك في الجرافيك. كل ده بيجيبوني في الاستوديو اقعد على الخشب، شغل المروحه عشان اعمل هوا كده، انت كده طاير اعمل كده، انت كده طاير على ظهرك اعمل كده، وبترزق الحمد لله ماشي. لكن انا مش حقيقي، يعني انا اسف ان انا بصدمك، فاهماني؟ والاطفال الصغيرين صعبانين عليا، بس الموضوع كله جرافيك. يعني شايف المناظر اللي ورانا دي كلها كل ده مش حقيقي، مفيش حاجه حقيقي طبعا، ولا انا ببص على حاجه ولا الكلام ده، بس هو الحمد لله ماشيه. لا صعبت عليا بجد. ربنا يخليك. لا الحمد لله، يعني انا راضي. بعدين بيني وبينك زي ما بتقولي احب ارتبط بمين؟ يعني ارتبط بمين؟ انا راجل طول النهار طاير في حته. عرفت واحده قبل كده شهرين، فجاه طرت نسيت الوليه دي كانت فين عشان ارجع لها. مدهوش سواح. هعمل ايه؟ نصيبي كده. طب ما تاخدني. همرمطك معايا، انا مش ما بثبتش في بلد ثانيه واحده يا شاديه، صدقيني. انا راضيه يا ستي، والله انت بنت زي الفل وزي القمر، واي حد يتمناكي، بس انا مش موجود. يعني مش هتشوفيني، مش هتشوفي جوزك، فاهمه؟ هستناك لغايه اما تيجي تلفلف بيا لفلوفه كده وترجعني. انت زهقتيني قوي، باين عليكي تافهه. لفلوفه ايه؟ بقول لك انا مش ثابت في حته، ما تخنقنيش بقى يا شاديه. وديني وحياه ربنا اسماعيليه. عند خالتي. اوديك عند خالتك؟ وانا تاكس ابيض؟ انت مجنونه في ايه؟ اغيظها شويه بس، خالتي دي مجننانه. تبان عليك انت اللي مش مظبوطه. بص يا شاديه، عازمك على حاجه كده بسيطه يعني عشان تبقى ذكرى مني. شكلك جعانه. بقول لك ايه، عشان انا عندي كذا مشوار، ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت، الوليه اللي عماله تحكي حواديت للراجل اللي هينام ده، ولو نام هيخرب الدنيا وانا عارف. تعالي بقى ننزل. لا انا مش هسيبك، انا عايزه الف. لا انا ما بحبش الخنقه، وعايز الف ايه وانا عجله ايه يا شاديه؟ في ايه؟ ما خلصنا خلاص، فسحتك وحكيت لك حكايتي، لازم انزل بقى. خدني انا كويسه. شاديه انا بتخنق، ما تزهقنيش، هاخدك اطير بيك وارميك على اي جبل، انزلي بكرامتك بقى. يلا مره تانية، معنا ناخد تليفونات بعض، اي حاجه سوبر هتلاقيني عندك الففك شويه. طب اسمعني 5 دقايق
كده. ايه موضوع اسماعيليه ده يا بنت وانا بجو؟ يلا جاهزه؟ يلا على تحت، 1 2 3. الحملة الفرنسية على مصر هي حملة عسكرية قام بها يقول الكاتب عباس محمود العقاد: لا يكفي أن تكون في النور لكي ترى، بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي، وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي، والله هبكي وجسمي اشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. ايه كم الثقافه والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانه نهله سلامه؟ اديني انت بس ساعة يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك. انت لازم تشيل اسم ابوك وتصونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجيه والفراخ اسم هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزرباوي. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيل اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا ابني، هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده. بس بخف شويه يا يوسف، ها، عشان خايف عليك من الحسد رايحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. بقول لك يا ده يوسف، عارف انا عايزك يا تلعب مع الواد فريد ابن بلانيله ده خالص. هما ستايل واحنا ستايل، خلاص؟ ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتعصى امري؟ هنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا ابني يا ابني، انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي واطي لو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى ب1000 جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يحفظك. تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. عامل لي فيها شريف يا عباس. طب وحياة امك لو ورطك معاه. بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانيه البريئه. قشطه. شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف؟ لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله يقوم يفتح وانا قاعد. معلش، الحمد لله، فضل ونعمه. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ هو يا حاج اتفضل. هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. ما عملتش حاجه. تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سوحت. ايه النور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. ده يوسف، امشي يا فاشل، اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا قل اعوذ برب الفلق. خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله. يوسف كبر وفريد كبر. الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما هي حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود. ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله. ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. يا عم لا تحلقوا له ولا حاجه. وانا قلت احلقوا له؟ ده في شنب ابني وفرحان بيه. بس بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه، هشوف. يا عم لا تحلقوا له ولا حاجه. يعني ابن عباس الزرباوي هيطلع ايه؟ اكيد ذكر وبارم شنباته. والحمد لله انت وحمت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشامع على المغربي؟ ايه اللي لمك على السوحت يا معلم؟ لا السوحت ده حبيبي. اهلا وسهلا.
شكلكم كده بحواجبكم المطرطقه اوفر ديت في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معانا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان؟ الله ما تقول له يا سحر، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب عيبت جاي تهزقني في بيتي تقول لي قوم البس؟ من قاعد محترم. اخلص قصر الكلام. عايز ايه؟ لا مؤاخذة، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هروح للكنز؟ الراجل ده طبيعي ولا كنز ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يلا تعالى معانا. ايوه بس مش عايز تعطل، عندي صلاة عشاء وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقة واحدة البس هدومي عشان اروح معاك. ثانية واحدة. الناس دي جت ورطني في حاجة، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيلة، جبت رجل. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني في ايه عشان الحق صلاة العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه ده؟ ايه المفاجأة الرهيبة دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والازاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجة. السحت لقاهم في خرابة، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ جايبيني تفرجيني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر أيوة؟ ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاك. تنصص معاه ده ايه يا بلانيلة؟ وانا فين حقي لا مؤاخذة؟ بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. قلت ايه يا معلم عباس؟ الكازوز ده حرام يا بلالينا. حرام؟ طبعا حرام فحرام، مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها. حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابة ولفيت الخرابة حتة حتة فليتها. مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. قصر الكلام انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ انت قلبت شيطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام. بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت. مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح له ازاز. حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص. ايوه مشيت وراكم شيطانتكم. اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. هات خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله ينور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود. انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريثي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف يا عم وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق. انت قاعد يا فريد يا زفت. يلا شيل الحاجات دي لما غور من هنا. يلا. اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا. انا هتصرف. الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم يا واد. قوم، ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طفح. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامة. اخص عليك يا يوسف، اخص عليك. ومسكها في ايدك كمان. بقى انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي. يوسف عيب.
انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كان جرى لها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني. قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني. يا ابني انت ابن الحاج عباس الزريباوي، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا دي انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فقت اهو. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى رجلك دي، ابوك معدي بلاش اللي اتأدب. هات دي بقى، هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعدها لك. تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. فاتن كازوزة لعبني هوبا مزابوزة والحال عجيب. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا عم عباس. صلي على النبي. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وذريتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب. فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه. الواد خلاص شدتوه. ابني لا. فاهمني ولا لا يا بلانيلة؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاء برضه زيكم ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجوله. ذكر من يوم. انا عارف، عشان كده انتوا عايزين تدمروه، عشان اول طفل يدخل الموسوعه اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجه تاني؟ سلام عليكم. اوعى. سلام عليكم. يا عم انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقول لك ايه؟ ما تديني بقى عشان عطشان. شفت؟ طلع زي ابنك. لا مش مسألة زي ابني، بس مش عارف باجي هنا بعطش ليه، واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب. لو داخل اوعى العيال. هات شويه كازوز، هات شويه كازوز. اديله لا كازوز اديله كازوز يا جدع. اتفضل يا معلم. عبيد. الحاجات دي بفلوس ها؟ امال ايه؟ اول مره كده عشان والوان ايش احمر وايش يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام. تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي انت تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه. يا عم في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه، حرام ليه؟ هو احنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان. انتوا جايين تبختوا ليه؟ مش حرام. عبي قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده. الله هات الكازوزه. هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتهولهم وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. لو ما الحرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص نبقاش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير. طب انا اقول لك على حاجه. احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نطور شويه نمشيها يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده نديله حاجه ونراضيه وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدعان. امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج انا عارف. خش. والله انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. هي دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب. خفيف. صاحبك خفيف. يابا رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هاتهولي على البيت عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها وهاتوها. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بايتين مع بعض. ده احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر يا حاج. سكر يا حاج. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد دخل دمك يا حاج. حلوه قوي. اديله
اديها تاني اديها ربنا يغنينا بالحلال. ايش يا بنبست ايش يا بنبست ايش يا بنبست. السلام عليك السوات وعلى كزوزة كزوز. البيبسي انا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. السلام عليكم يا معلمين. السلام يا معلم. رضا الحمد لله. السلام عليكم. مع السلامة يا زيري بيو. الله يسلمك. مع السلامة يا زيري بيو.